السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني الاعزاء، الف مرحبا بحضراتكم. اخباركم ايه؟ لعلكم بخير ان شاء الله وجمعة مباركة. يعني ما اعرفش، برضو ما زال في المصريين تركاية غريبة قوي. كل عايز حاجة بيقولها على اساس ان اللي قدامه بلد ما هوش فاهم حاجة. يعني والابواق بقى بتاع وكلام وحواديت و... ويعني ايه، علشان هم فاصلهم بيصدقهم، فهم مفكرين ان كل الناس عبيطه. يعني هو شيء بالعقل، شيء بالعقل. احنا لغايه اخر لحظات مشينا حاتم سكر وعبد الله جمعه ببلاش، لان مفيش وقت. مش هقول ان احنا اتظلمنا، الولاد اتظلم. مفيش وقت واحنا خسرناهم. ليه؟ مفيش وقت. خلاص الساعة 12 هيقفل القيد، فمفيش وقت. صفقات، عملنا صفقات ولا اروع، واكتفينا وقلنا ولا الضالين امين ومية مية وخلاص. ما عادش في مشكلة خالص من اي حاجة. نفاجأ اذ نفاجأ. ايه اذ نفاجأ؟ اتحاد العار يمد القيد لغاية 6 فبراير. ايه الحدوتة؟ ايه الحدوتة؟ طبعا الكل قال لك عشان الاسماعيلي. لا والنبي يا شيخ، اسماعيلي ايه؟ اسماعيلي ايه وزمالك ايه ومهلبية؟ انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعة؟ عيب، بلاش الكلام اللي ملوش لازمة ده يا جماعة. عيب، احترموا عقلية الناس. ما هو برضه من دواعي الأدب ومن دواعي يعني يعني انك تبقى فطن، تبقى سمارت، تبقى ذكي، ان انت برضه تراعي عقلية الآخرين. قال ايه عشان الإسماعيلي من امتى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ الحداية ما بتحدفش كتاكيت يا سادس. الحداية تجيب حداية. قصدك ايه يا عم حمدي؟ قصدي ان لازم يدولهم متسع من الوقت بقى، يشوفوا يجيبوا جون، يظبطوا امورهم، يعملوا بتاع مش عارف ايه. واخونا مش فاكر مين اللي قال ان الحدوته كانت على الجديد الفلسطيني. اللي قالوا لك ده كانت حكايه الفلسطيني ده حدوته. حدوته ولا هو فلسطيني ولا حاجه، ولا يعرف حاجه عن فلسطين اصلا. العروبة وبلد العروبة والبث من فلسطين الحرة العاتية القوية المهلبية مية مية. الولا أصلا يمكن ما بيتكلمش عربي يا جماعة، معهوش باسبور فلسطيني أصلا. الراجل دنماركي. يا عم تعالى عشان نأيدك. دنمارك يا عم، انت مش تقول فلسطيني؟ انا معيش باسبور فلسطيني. طب اجري بسرعة هطلع باسبور فلسطيني. ويجيبوا بقى البث بتاعه او البرومو بتاعه من فلسطين الحرة ونادي الابطال ونادي الشجعان ونادي البتاعان. واصلا الراجل لا راح ولا يروح ولا في دماغه اصلا، ولا في دماغه اصلا. يا جماعة عيب، عيب. خليكم على قدر. يعني يعني سيبوا الفلسطينيين الغلابه في حالهم. سيبوهم في اللي هم فيه. ما تقعدوش تتاجروا بقضيتهم كده. ما يقال ان البيه ما تأيدش، فكان لازم يعملهم علشان يتأيد وخلافه. دي روايه. انا الروايه اللي بؤمن بيها ان هم برضه بدوا للاهلي متسع من الوقت علشان كذا وكذا وكذا. مش احنا خالص، احنا مش على الخريطه خالص. ده احنا حضرتك كان بيبقى لنا لعيبه عايزين نأيدهم والدنيا تمام، يقول لك لا 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 مفيش تأييد. تأييد ايه؟ مفيش. ورحنا الفيفا والفيفا قال لهم يتأيدوا. لا لا لا، ما
ودوهم مش عارف لجنة ايه عشان. فاحنا انسى، احنا دمنا مهدور مع الاتحاد ده من زمان قوي، من سنين يعني. طب ايه الفكرة؟ الفكرة ان يعني البيه لما ابو جبل فرح علشان كذا، الدنيا هاجت وقامت وماجت، انت فاهم، واختلفت زي ما قلنا في السابق الحواديت. لا ده ما يعرفش حاجة، لا ده عارف كل حاجة، لا ده هو مع خلاف على اوضه اللبس، لا مين اللي قال ده؟ اوضه اللبس كلهم حبايبه واخواته، ده حتى كهربا هناه، ده حتى محمد هاني قال له تطلع من هنا على طول سوا نروح التدريب، مش عارف ايه الكلام ده. طيب راجل بالمنظر ده يعني هي هي هيتظبط ازاي؟ انكرهم طبعا عشان لعيبه، عشان ما ينفعش. انكرته ازاي وانتوا اصلا البنك الاهلي راح يتعاقد مع الزنفولي علشان خلاص ابو جبل ماشي؟ وبرضه يعني يحضرني سؤال مش فاهم، يعني احنا مثلا نقول ايه؟ رجع لنا اسامه فيصل؟ لا ابدا. طب رجع، لا 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 ما فيش. انما الاهلي يقول لك ابو جبل الحارس الاساسي بتاعه اللي ملوش بديل على الرحب والسعه في كلمه ونص. مش يعني انت، هو البنك الاهلي كمان دخل في الليله؟ يعني البنك الاهلي بقى جينيور هو كمان، بقى اس 2؟ طب ما احنا عايزين الناس اللي عندك، انت تقول حديد ونار مفيش، لازم يكملوا مدته. طب ابو جبل الراجل اللي هو الحارس الاساسي بتاعك، اللي انت موقفه حارس اساسي، كل مرة اقول لك الله يا مصر، لك الله يا مصر، لك الله يا مصر. ربنا مش هيصلح حالكم الا لما انتوا تصلحوا جواكم ما بانفسكم. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، افهمهم. لكن لا يا مصر مش هيحصل، مش هيحصل علشان عندكم هذا الظلم وهذا التفاوت في المعاملة وما بتدوش للناس حقوقها. المصباح السحري بتاعنا، فانوس السحري، نزل قطر. طبعا استقبل استقبال الفاتحين، لانه رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب المحترم رايح قطر. تكهنات بقى، هو مين؟ وعقد رعايه؟ ولا اشرف بن شرقي؟ ولا الواد اللي بيلعب في قطر بتاع جاميبيا دوت؟ ولا مليون حاجه. وما زال ردين في الذرة، ومحدش عايز يقول اي حاجه. بس المفاجاه تطلع مدويه، مدويه، اسمعوا مني، مدويه. لما تشوفهم ان شاء الله اللي هيعملوا حسين لبيب في قطر، تبقوا تقولوا يعني ايه؟ ولسه ياما في الجراب يا حاوي. ما هو شكرا اتحاد الكوره ادانا فرصه، او مش ادانا فرصه، ادى للكل فرصه عشان خاطر ان الناس بس يكون مبسوط. فماشي. هل الحنفيه قفلت؟ لا 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 قفلت ايه؟ ده لسه في انفجارات، ده لسه في براكين، لسه في براكين. من اين لك هذا؟ انتوا اخر ناس في الدنيا، في الدنيا تتكلموا على من اين لك هذا. انتوا اخر ناس في الدنيا تسألوا السؤال ده. نتوقع ان اي حد له علاقة ملوش علاقة يسأل الا اللي من طرفكم. ليه؟ ما ده عزبة، ده عزبة، دولارات وفلوسات واهدار ملعم ودنيا وحال، ومحدش يقدر يقول لك حاجة.
فالحين بس اللي الوسخ المخنث اللي قاعد بره عمال يتكلم واخدينه الايدل بتاعكم. علاء الكاذب اللي قاعد في علاء كل مرة يرمي بلاء على مصر ومفيش فيكم ذكر عاقل رشيد يقول يا جماعة بلاش الراجل ده لأنه بيهدم في أركان البلد. وبعدين وانتوا عندكم حق، إذا كانت البلد أصلا ما بتتحركش، البلد مش في دماغها، يعني المفروض إن ده راجل إرهابي على قائمة الوصول، فلما تيجي ناس تبقى تبعه أو على اتصال بيه يبقى الناس دي خونة، يبقى الناس دي خونة بتحاول تهد استقرار البلد، تحاول تهدم استقرار البلد، تحاول تكسر في مفاصل البلد. ايه يا دولة؟ ايه يا دولة؟ انت فين يا دولة؟ انت فين يا دولة؟ والله برضه عشان احمر يبقى يعدي حسين الشحات وسب الدين والضرب اللي عمله والكلام ده، احمر يعدي مش مشكلة. ايه يا دولة؟ ارهابي وفي ناس على صلة بيه، يبقى ده مش القانون يقول لك الناس دي تتحاسب وتتجاب وتتراقب علشان ده يضر بمصالح الدولة؟ رجالة علينا احنا بس، رجالة علينا، ولكن الله يا مصر. هو ده اللي انا اقدر اقوله، بس خدوا بالكم ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يلا اشوفكم على خير.